عرفنا الفرق بين هازارد والريسك والفرق ما بينهم. مهم جدا تعرف كلمة هازارد وتعرفها، عشان الناس اللي لسه مخدتش كورس النيبوش هتقابلك مشكلة كبيرة جدا في تحديد الهازارد كاتيجوري اللي هي فئة الخطر والهازارد. وده اللي انا بشوفه بعناية في ناس بتخش كورس النيبوش، ان ايه الهازارد وايه الهازارد كاتيجوري. لازم تعرف ان الهازارد هو اي شيء له القدرة على ان يتسبب في اصابة او ضرر. وده بعض الناس بالمعلومات المغلوطة بييجوا يتكلموا على ايه، على ان النتائج عن شيء معين، ان الناتج عن شيء معين او الناتج عن خطر هو خطر. ده غلط، يعني هو الخطر فده غلط. برضو الناس اللي تاهت لما تخش على كورس النيبوش هتقابلك مشكلة كبيرة جدا في تحديد الخطر كاتيجوري اللي هو فئة الخطر والهازارد. انت لازم تفرق بين الهازارد والهازارد كاتيجوري. وتعريف الهازارد معروف، هو اي شيء له القدرة على ان يتسبب في اصابة او ضرر. بيجوا يتكلموا، وده بعض الناس بالمعلومات المغلوطة بيجوا يتكلموا على ان الناتج عن شيء معين او الناتج عن خطر هو الخطر. ده غلط. فبيجوا يتكلموا على ان الناتج عن شيء معين او الناتج عن الخطر هو خطر. ده غلط. يعني مثلا التعامل مع الكهرباء، فالكهرباء هنا خطر، اما اللي بينتج عن الكهرباء هو الصعق الكهربائي. هنا الكهرباء والكابلات الكهربائية واللوحات الكهربائية كلها واحد. ده طبعا في حالة ايه، تلف او اي مشكلة في الكهرباء. فكونك انك تقول الخطر هو خطر الصعق الكهربي والصدمة الكهربائية، ده شيء خطأ. لازم تبقى انت عارف ان في خطر والتعامل مع الخطر ناتج عن الخطر. فكده في ناس كتير عندها مفهوم خاطئ عن الهازارد. فالهازارد هو اي شيء له القدرة على ان يسبب في اصابة او ضرر. خلاص، سلم، سقالة، الحريق من غير ما اتعامل معاه، ده كل ده لو انا اتعاملت مع الحاجات دي كلها تؤدي لاصابة وضرر. الحريق هنا زي اعمال القطع واللحام، مش حريق ذات نفسه، مش هتعامل مع حريق. الكهرباء ينتج عنها صعق او صدمة كهربية مما تؤدي لانها تمر عن طريق عضلة القلب وتسبب الوفاة. هناك بعض العوامل المؤثرة اللي بتزود من شدة الصدمة وبتقلل من مقاومة الشخص للكهرباء. السائلات، لو انا اتعاملت مع السائلة ممكن اسقط، وممكن تسقط العدد، وممكن يسقط الاشخاص، وممكن تنهار السائلة. وبالتالي السائلة ذات نفسها هو الخطر، وإنما اللي بينتج عنها هو سقوط الأشخاص، سقوط الأدوات والعدد. لازم نفرق بين الهازارد والناتج عن الهازارد، لأن دي معلومة لازم نكون عارفينها، عشان ده بتفرق بين الشخص الفاهم والشخص اللي عنده معلومة غلط أو مش فاهم. يبقى احنا كده اتكلمنا في الوحدة التانية عن الريسك، وعرفنا ايه الهازارد، وعرفنا ايه هازارد ايفنتس، وعرفنا ايه تعريف الريسك اسسمنت. كمان اتكلمنا عن الاحتمالية والشدة، ده في الوحدة التانية. عرفنا ان الريسك هو مزج بين احتمالية حدوث الخطر والعواقب التي تأتي من هذا الخطر، وأن الاحتمالية قد تكون مرتفعة أو تكون منخفضة، وأن الشدة بيتم تصنيفها طبقا للعواقب التي تأتي أو الإصابات التي تأتي من هذا الخطر. واتكلمنا على تقييم المخاطر ريسك اسسمنت، كل ده في الوحدة التانية. خلصنا الوحدة التانية، قلنا كيف تقوم بتنفيذ تقييم المخاطر، وقلنا عن طريق 5 خطوات.